اسمع وتسلغى الكلام وعلمسنا التكة، وياك تيق وتآمن الحنش بوسكة، ولا تشرب إلا عطاك الكاس وفيه الدكة. قلت لك الزروالي وياك تيق في التعبان، راه يغدرك ويخونك ويبيعك باش ما كان. بوم الشوم تيقلب على الخراب كيف الغربان، عمره ما يكون سوي ولا له مواصفة إنسان. قلب الحقد والكراهية والطمع عماليه العينان. سلام الله عليكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، واهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد، البارطاج واللايكات، والله يخليكم بحال الورود اللي مزينه المشاميم. عمركم ما تدبلوا باذن الله، وانا غادي نقول يا بسم الله. شكرا على الوفاء، شكرا على الاخلاص، شكرا على الدعم يا اعز الحبايب. موضوع الحلقه: طين تازه وعساوات زرهون. نقول يا بسم الله على بركة الله. غادي تقول يا عمي عمارة شنو كاين؟ اش بغيت تقول؟ بغيت نقول لكم الحقيقة، نذكركم بالحقيقة اللي قلتها لكم ايامات الصلح ديال الزروالي، وقلت للزروالي ما تثيقش في هاد التعبان وياك، لانك ما عارفهمش وما دايرش لهم قراءة وما دارسهمش. الزروالي دار اللي في راسو وبقاو معاه بالود وداكشي، ولكن هما لاعبين على المصلحة والاسترزاق والمدعمين ديال الزروالي. يمكن هذاك الوقت كاين اللي تيقوني وقالوا عمي عمارة بصح تهضر في المعقول، وكاين اللي قال عمي عمارة ما باغيش الخير الزروالي. طبعا بقى فيا الحال، ولكن كنكون انا متيقن من الكلام اللي تنقول، وكنحمد الله وكنشكره على هاد النعمه اللي عطاني، انني بلي كنتوقع شي حاجه غادي توقع كتوقع، سواء كتجي مزروبه ولا كتجي معطله. وقلت زروالي هاد السيد ما فيش امان، وهذا راه مخلوط، وهذا راه ما تيبغي حتى شي واحد، لان الانسان الا بغيتي تقيمو ودير له الوصف وتعرف العقليه ديالو، شوف الوجه ديالو، واش كيبتسم، واش كيضحك، لا كتلقى الكلام ديالو بحال الغراب، والسب والمعيور والقذف ما عمرو يتخلى عليه، وانتم كاملين كتفرجوا فيه. وإلا ما كانش كيسب قولوا لي نعلت الله عليكم، ولو في اللايف ديالو الاخير اللي داير في العربيه مشى لقات زيتو، او لا مراته مشات لقات زيتو. لكن اليوم الحقيقه، واش كنت صادق معاكم؟ واش كنت صادق اصلا مع الزروالي؟ مع العلم الزروالي ما كيعطيش اهميه لعمي عماره ومتحاشي عمي عماره، ولكن في نفس الوقت يمكن يكون عارف عمي عماره هو اللي تيقول له الصدق، هو اللي تيقول له المعقول، وهو اللي ما تيخادعش، وهو اللي ما طمعش. لان دائما انا تنقول رزقي عند الله، والكرامه تيعطفوا عليا الوقت اللي بغى الله، والقناعه هي تجيب العامر، والصدق مع المشاهدين والمتابعين هذيك هي اهم جائزه عند عمي عمار. اليوم كيطلع المواطن كيرد عليه الزروالي. حنا كنعرفوا الزروالي ما كيتسناش، لكن اشنو هو الملعوب باش يفهموا الناس كيفاش الامور دايره؟ هو الزروالي تيقول لك اودي راه دايرين واحد الجروب ضد لطيفه رأفات وكذا وهذه، ولكن راه ماشي هذه هي الحقيقه. الزروالي لا، راه الحنين والشوق الى القديم بالعربيه كيقلب على شي طريقه باش يرجع عند صحابه
لان داك الوقت اللي كان مصاحب معاك غير قادي بليك حاجه، وهذه هي الحقيقه. وقادي حتى بالاستاذ المحترم حليم حاجه، لان ديك الساعه كان مخنوق متورط، عارف راسو غادي يمشي فيها. هادشي علاش كان معاك. لكن اليوم يمكن بانت ليه خيوط جديده، بوادر جديده، كيف ما دار مع ايطو الزروالي، كيف ما دار مع ايطو التضامن وغادي نديرو نفعلو كذا، وفي الاخر تخلى عليها ودار فيها. راه نفس الطريقه، راه هذه هي الطريقه ديالو الزروالي. وهذاك راه ما عندوش الامان، ما فيش الامان، ومكروه غير من الهيئه ديالو ومن النظره ديالو مكروه. و14 فبراير ما تحيش له من العقد. راه واخا ما عرفتش غادي ديروا ليه الشيره، تجيبوا البيران وتقسموا هذاك الراس، راه صافي 14 فبراير راه هي اللي في العقل ديالو. ولا شفتوه كيجامل وداك الشيء عامل اللي تيحصل وتيعرف راسو راه الضربه جايه. هذاك الشيء علاش كيبدا يدور الملك وكذا، راه هذه هي الحقيقه ديالو. لا هو لا المواطن، راه بحال وصف واحد، راك تنقولوا تلاقى غراب مع غرابه، وهذه هي الحقيقه. لان هي كون كانت اصلا امراه ما تخليش يسب، ما يسبش الناس، ما يعيش الناس. وباش من حق واحد داخل عندك تعبر عن الراي ديالو، يقول اللي بغى، فاش كيهمنا او فاش كيهمك انت غادي يصدق فيك. عبد ربيه الجزائريين ما تيخليهم ما يقولوا فيا، ما كيخليهم ما يسبوا، ولكن انا مبراد معاهم. علاش؟ لان هذيك هي العقليه ديالهم. واش انا غادي ندير راسي فيهم؟ عالي يسبني نسبو واللي عايرني نعايرو. اذا اش وليت انا؟ ها اش غادي نولي انا؟ اراغوز تابع الدراري الصغار، عقليه ديال المراهقه. وهذه هي الحقيقه. ولكن عارفك انا غدار، وعارفك غتقدر تزروالي، وقلتها للمشاهدين. ويمكن كاين اللي طاق بيا، كاين اللي ما طاقش بيا، والحقيقه اليوم هي امامكم. لانه هو بغى يرجع للسكه القديمه، وهادشي علاش بغى يدير الخواط بينو وبين مروان بيرلين والزروالي والاستاذ حليم، وبغى يشابكهم بثلاثه، وهكذا هو يخرج على جنب. حقاش تيعرفوا يخطوا، قارين بزاف، فاتوا القياس، جوج حلاقم فاتوا القياس. لكن هيهات يمكن كيف قال لك الزروالي، طلب الاستاذ حليم باش يوقف معاك، ولو ان الاستاذ حليم كان بغى يدعيك. لان علاش انا ننصح الزروالي من الاول؟ لان داكشي اللي كنت كتقول في الزروالي وعمري ما ندير يدي في الزروالي، مستحيل. ومشيتي كتلبط ليه، مع العلم ضربتي فيه وضربتي في العائله ديالو وفي الشرف ديالو، وطلبتي لمو الاعتقال وكيف قلنا دوك الشكايات اللي كيدارو، كتخرج كتقول راه الشكايه راه مو غادي، راه كلشي دايشنا، راه فيلم، كاع الفيلم ديالك حافظينو وعارفينو. هذه هي القواعد ديالك انت. لان انت خاصك تنبش الزروالي باش تشد معاه وتشبكها مع الزروالي، وهكذا الاخرين غادي يديروا لك الزفه. ايه عروسه ويردوكم عندهم. شي الفعايل، هذه هي فعايل الصبيان. لان انت تحركتي وما حشمتيش، وسجل هذه عندك، لا تقول ما قلتش، تحركتي وما حشمتيش، وراه جايه اكثر من الحرقه وعقل. سجل عليا. عرفتي علاش؟ لانك انسان ما صافيش، وانسان حقود، وانسان تثير الفتن من اجل الاسترزاق، وكتدعي حقوقي وكتدعي برقوقي، وانت لا شيء.
مجرد نجار، ولكن راكب على الموجة ولقيتيها كتسلكك، لكن مع الزروالي ما غاديش تسلكك. انا نقولها لك منه، رغم الاخطاء ديال الزروالي، واللي دائما تنقولوا له الزروالي الله يهديك بعد على ديك الاخطاء وبعد عن الناس، ما تبقاش على كل مره تشبك في واحد، ولكن ما تقدش عليه، لان الزروالي حارب وما زال تيحارب. ومعمر الزروالي خرج بكا ولا شكا، كيقول لك بغيت حقي وبالقانون وغادي نبقى ندافع على حقي. ونهار قلت لكم راه الزروالي غادي يدافع على راسو من فرنسا، راه كاين اللي ما تيقنيش، ولكن هذه هي الحقيقه. ونهار قلت لكم راه الشي طاح في الشبكه، شي طاح من الشبكه والشي راه بقى، راه داكشي علاش مازال كيتحارب الزروالي. لكن الزروالي تيقولها للمواطن، تيقول ليه اتحداك انني ندخل المغرب ونخرج وما توقع حتى شي حاجه. واش هادشي بصح ولا كذوب؟ انا غادي نقول لكم بصح. علاش؟ لان المتابعات عنده بحالة صراحه، اي متابعه غادي يحضر ومن بعد غادي يرجع لفرنسا، لان ما عندوش شي حكم نهائي صادر من المحاكم المغربيه. هذا من جهه. لكن باش غادي دير راسك واعر ومطور وتبغي تلاقي السلوكه باش تخرج نتايا تخرج السلك ديالك، توحش لي صاحبك تحفه، وتحفه يمكن والله اعلم كاين شي اتصال بينك وبين الاستاذ زهراش والله اعلم، وتحفه يعني راه كتوجد شي حاجه ديال الصلح او كذا او من هذا القبيل. لكن واش الفريق الاخر غادي يقبلك بصح ولا غادي يكون داير لك فخ باش يجرك ويعزلك على الزروالي ويعزلك على الاستاذ حليم؟ وهكذا غادي الضربه جايه، لان علاش الضربه جايه؟ شو شحال عندك من شكايه وشو شحال عندك من حكم، وربما كاين شي حكم فيه التنفيذ وتهرب تتعيا وغتدخل الحبس. وهنا انت على فمك وعلى التصرفات ديالك وعلى التلاعبات ديالك، انا ماشي ضدك، ضد كلامك اللي ماشي موزون وباش يساوي، وكتدعي تا حقوقية ما نعرف باش بالفم بالهضره. داير اليوتيوب هضر على قدك، سير هضر عن جارك كون راه عندك المشاهده ما تصورش، وانت تابع الناس وتخلط بين الناس وتسب الناس، ونهار كتزير الطقش كتخرجوا تبكاو، واحد يرد على واحد داير المحزون نقصوا العداده. واليوم هذا درس لك الزروالي باش ما تثق حتى شي واحد الا في راسك. ودائما كنت نقولها لك والزروالي وثق في راسك وما تثقش في البشر وبعد عن البشر. راه البشر هو اللي كيأذيك، والبشر هو اللي كيدخلك في المشاكل، والبشر هو اللي كيزرفك باش يتحطوا بك الشكايات. الا بعدتي على البشر ما يتبعك حتى واحد، ولا بغيت تبقى تابع البشر هذا حبيبي هذا صاحبي هذا خويا هذا ومني انا وجبد، ما كاينش الصاحب ما كاينش خويا. حتى دابا مازال ما بغيتيش تفهم، حتى دابا زعما انت اللي فيك هاد العاطفه وهاد الحنيه، يعني خاصك تغرق باش تبقى انت مزيان. لا سيدي ما تكونش مزيان، كون مزيان في الحق في الصدق.
وما تبعش هاد الشلاهبيه، راه كلشي بحال بحال، وعقل على كلامي، راه كلشي بحال بحال. راني قلت لك شحال هاد، قلت لك مازالوا غادي يبداو يتهربوا واحد واحد ويتسلتوا واحد واحد، وانت راك باش دري صغير، راكي قلتي 41 عام، عارف الحقيقة، ولكن ما تجاملش، صافي اللي عطا الله عطاه. دخلتي للمعمعة، راه تا واحد ما كيدافع معاك، تا واحد ما كيعطيش ريال باش غادي يوقف معاك المحاميين او لا يقلب لك على حلول او كذا، راه والو. اذن اليوم مرة اخرى عمي عمارة كان صادق معاك وقلت لك غادي يغدرك، واليوم ها انت بفمك خرجتي وقلتيها، وهذا بالنسبة لي شرف كبير قدام المتابعين ديال تساوت نيوز. غادي ندوزو الفقرة الثانية والأخيرة، كتعلق بخوتنا وجيراننا وحبابنا اللي لهاد الجهة. هاد الناس مساكن اللي مراد بالمغرب، وكلهم دابا عندهم مرض نفساني مغربي، وخاصنا نقلبوا لهم على الدواء. عندهم داكشي دابا بحال كورونا ولات عندهم، المغرب عندهم بحال كورونا، غير تكون المغرب تشدو كورونا في البلاصه، جيب له التلقيح. خرجوا تاني تيبكيو وتيشكيو وتيقول لك المغاربه ما تهلاوش فينا، والمغاربه مدى نعلط الله عليكم الى يوم الدين. شكون اللي تهلا فيكم من غير المغاربه؟ شكون الجمهور اللي كان مشوه من غيركم نتوما؟ تباتوا في الجرادي والبرد السميقلي ينزل بحال تلج وانتم مغطين عبر الرايات. نسيتوا الكرم ديال المغاربه، نسيتوا المغاربه اللي داوكم الديور، نقدوكم من الشتاء، نقدوكم من الجوع، شناكم كدوروا قدام الجوامع كتضربوا في القصاعي ديال الطعام. درنا معكم كلشي زين، ولكن نتوما اش درتو؟ كلشي درتو خايب. فلوسنا شركتوها، وهذوك راه يمكن غادي يكونوا تعتقلوا في المطار. فلوسنا شركتوها، حتى من دوك التليفونات ديال الامن سرقتوهم، مع العلم ان هذاك التليفون ما غادي يدير لك والو وما يديه منك تا واحد وما يقبلو منك تا واحد، لان هذوك تيكونوا خاصين عاب الامن في المسافه محدده. طمعتوا فيه وسرقتوه، سرقتوا، سبيتوا، عايرتوا، كرمناكم، كليتوا، شربتوا، ولكن كنا عارفين مستحيل تقروا، ومستحيل تقولوا الحقيقة. كيفاش المغرب دولة بلا بترول، لكن قلناها ومازال تنقولوها. ما نتسناوكمش نتوما اللي غادي تهضروا علينا، وحتى حنا النيت ما نهضروش على روسنا، ولكن تنخليو الاجانب من جميع القارات، افريقيا، اسيا، اوروبا، امريكا، هما اللي هضروا علينا. واش حنا كنا في المستوى امام افريقيا الام وامام العالم، ولا ما كناش في المستوى؟ وتسولوا روسكم نتوما المرتبه اللي فيها نتوما، وتسولوا روسكم نتوما عشوها اللي درتو في كاس افريقيا، وتسولوا روسكم نتوما على الانسان اللي كيمثل الرئيس الكونغو لومومبا، رمز الحريه، وهنتوه قدام الافارقه. واش علاش نقول لكم تسناو؟ مازال الحساب غادي يكون عسير عليكم وعلى النظام ديالكم، لان من الاول والاخير ما كتستاهلوش. حسن الواحد يخليكم ميتين بالجوع ويخليكم قردين، هاد الشيء
اللي يصلح لكم، لأنكم تربية حيوانية ديال الزريبة. أحلى تعظيم سلام.